تخيل معايا تخدم هذه السنين بكل ضمير وامانه، وفي الاخر يعيط لك باترون ديالك القهوه غير باش يصدمك ويقول لك انت راك مطرود وحنا جبنا واحد احسن منك. هادشي هو اللي طرا مع جيري، ولكن الصدمه الكبيره اللي كانت عنده هي ملي خطيبته اللي كان كيبغيها كتعطيه بالدار حيت مبقاوش عنده الفلوس. فبقاو معايا حتى لاخر هاد لا فيديو باش تشوفوا كيفاش هاد الراجل غيرجع من الزيرو وغيحقق واحد الانجاز اللي كان اسطوري اللي غيندم به كاع دوك اللي مشاو وخلاو. فالفيلم كيبدا هو كيورينا واحد الراجل اللي كان سميتو جيري ماغواير، كانت عنده 35 عام اللي حقق واحد النجاح كبير في الكارير ديالو. جيري كان خدام بكل جد ومحترم ومعروف بزاف في المجال ديالو، وكان غني بزاف وعيش واحد الحياة اللي كانت مريحة. وكنشوفوا خطيبته إيما اللي كانوا بجوج بهم عايشين مرتاحين ومستمتعين بكاع ديك الرفاهيه اللي كتعطيها الحياه. فجيري كان خدام كوكيل رياضي، يعني كيسير وكيدرب الرياضيين، وهو واعر في الخدمه ديالو، وبزاف الناس في العالم الرياضي كان كيعجبهم، وهو كذلك موضع ثقه عند صحابو د الخدمه ومحترم بزاف من طرف الماناجر ديالو. واحد النهار الباترون جيري عيط ليه وهو واحد المجموعه ديال الناس اخرين لواحد القهوه على قبل واحد الاجتماع ديال الخدمه. فجيري هنايا مشى بكل ثقه في راسو وكيصحاب ليه بلا راه كلشي هو هذاك. ولكن الصدمه ديالو كانت ملي جلس مع الباترون وقال ليه بلا راه مطرود، وشرحوا ليه بلا راه الشركه لقات واحد الشخص اللي كتحسن منه باش هكا يقدر ياخذ بلاصتو، وبلا الخدمات ديالو ما بقاوش محتاجين ليها. فجيري هنايا بقى مبهود، راه خدم تما اكثر من 10 سنين هادي وعطى افضل ما عنده لديك الخدمه. فشاف العينين ديال الباترون ديالو نيشان وطلب منه شي تبرير، وقال ليه بلا راه زعما كان مخلص وكان وافي معاه وبلا ما يستاهلش يتعامل بهذه الطريقه. ولكن الباترون ديالو كاع ما تسوق ليه وبلا حتى شي نبره ديال العاطفه في صوته، قال جيري جمع حوايجو ويزيد في حاله. جيري خرج من البيرو وهو مهرس ومقلق من الداخل ديالو، ولكن قبل ما يمشي جمع صحابو الخدمه والماناجير وهضر معاهم وقال لهم بلا راه واخا تطرد اليوم حياته ما كتوقفش هنا، ووعدهم بلا راه غادي يرجع يوقف على رجليه مره اخرى وغيولي ناجح اكثر من الاول. ومع هاد الهضره ودع كل شيء وخرج وراسو مرفوع الفوق، واخا قلبه كان كله ضارو من الداخل. ملي كان خارج من هذاك الباتيمون وحويجو كانوا في يدو، تبان لينا الحقيقه جيري اللي واخا هضر بكل ثقه الداخل ديالو كان كله مدمر، حيت العالم ديالو صافي راب كل شيء مشى ليه وما عارفش شنو يدير مورا هادشي ولا كيفاش غادي يلقى خدمه اخرى. يعني المستقبل ديالو ولا كيبان له كله خاوي. وزياده على هادشي جيري بدا كيخاف على الخطيبه ديالو ايما، خاف الا قال لها الحقيقه وقال لها بلا راه تطرد غادا تخليه وتمشي. فالفكره ديال الفراق ديالها كانت كتخلعو اكثر من كاع الفراق ديال الخدمه. غير جيري هنا يبدا كيقطع الامل، فون ديالو كيصوني. هادي دورتي بويد وحده من الدريات اللي كانوا خدامين معاه، قالت لي بلا راه هي كتثق فيه وبلا راه قررات حتى هي انها تستقل من الخدمه في ديك الشركه باش هكا تنضم ليه، وقالت ليه بلا راه بغات تخدم معاه باش انهم يبنيو شي حاجه اللي كانت جديده مجموعين. وملي سمعت شي جيري حس بواحد الموجه ديال الفرحه والارتياح، على الاقل كاين شي شخص واحد كيثيق فيه، يعني راه ماشي بوحدو تماما في هاد الدنيا. من داك النهار جيري ودوروتي بداو كيخدموا مجموعين وبداو كيزوروا دوك الانديه ديال الرياضه اللي كانوا مختلفين، زعما كيحاولوا يلقاو شي كليان اللي يقدروا يوافقوا باش انهم يخدموا معاهم. ولكن هادشي ما كانش ساهل، حيت بزاف ديال الانديه جروا عليهم، حيت اصلا حتى واحد ما بغى يخاطر ويخدم مع واحد الوكاله اللي كانت جديده وصغيره اللي كانوا مكلفين بها غير جوج ديال الناس. في واحد النهار وفي نص البحث ديالهم تلاقاو مع واحد اللاعب ديال الكره الامريكيه اللي كان موهوب بزاف، ولكن كانت عنده شي مشاكل انه عصبي اللي كان سميتو رود. كان واحد اللاعب اللي واعر ولكن معروف بديك العيوب اللي في السلوك ديالو والطبع ديالو الصعيب، وبسبب هادشي حتى شي نادي اخر ما بغى يسني معاه. ولكن رود قال جيري بلا راه باغي يخدم معاه، وقال بلا راه هو مستعد على انه يخدم بكل جد ويبدل ديك العقليه ديالو. فجيري شاف بلا راه هذه واحد الفرصه ووافق في البلاصه باش انه ياخذو معاه. فبدا كيدرب رود ويسير داك الكارير ديالو كل نهار. جيري كان كيحط جهده كامل باش هكا يقدر يعاون رود باش يولي لاعب احسن، وهو عارف بلا راه الا نجح رود ودخل شي نادي كبير راه حتى الكارير ديال جيري غادي يطلع مره اخرى وغادي ياخذ في الاخير داك النجاح اللي كان كيستاهلو. من مورا شي ايامات جيري ورود داروا واحد العلاقه اللي كانت قريبه بيناتهم، بداو كيتيقوا في بعضياتهم بحال شي صحاب، والخدمه ديال الفريق ديالهم رجعت قوى من الاول. فجيري ديما كان كيضغط على رود باش يقدر يركز ويتدرب بكل جهد ويبعد على هذوك العادات السيئه ديالو. وفي نفس الوقت ايما خطيبه جيري ساقت الخبر من صحاباتها بلا راه جيري تطرد من الخدمه ديالو، فتقلقات بزاف عليه حيت ما قالش ليها الحقيقه من الاول، وواجهته واتهمته بلا راه كيخبي عليها المشاكل ديالو وباللي
بلي هي ما بقاتش بغات تكون معاه، ومن بعد خلاتو مشات في حاله. وفي هذه اللحظه هرسات له القلب ديالو مره اخرى، وعاد فاق وعرف بلي راه ما عمرها هي ما بغاتو ديال بصح، هي كتباغي غير على فلوسو وعلى النجاح ديالو، وهذا الشيء اللي كان كيضر في القلب. وهو دابا فهم بلي راه الفراق ديالهم ممكن يكون ديال عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. دابا الناس القلال اللي بقاو في حياه جيري هما دوروتي ورود، وبدعم ومساعده ديال دوروتي جيري بقى مستمر كيدرب فرود، وهو كيتيق بلي راه شي نهار غادي يطلعوا بزوج بهم للقمه. فجيري في الاخر فهم بلي راه طول هاد المده اما كانت معاه غير على قبل الفلوس وماشي غير حيت كانت كتبغيه بصح. وهاد الحقيقه زادت دراتو في قلبه بزاف، ولكن حلات لي عيني. دابا الوقت زيرات عند جيري بزاف حيت مازال عنده كريدي ديال البنكه خاصو يرجعو من الدار ديالو، ولات غير تقال عليه من بعد ما كانت نعمه في المشيد ايما والمشاكل ديال الفلوس. صافي حس براسو كله مدمر وغير بوحدو، ولكن واخا كاع الدار اللي كان عنده رفض على انه يستسلم، وقرر باش انه يزيد القدام ويتقاتل على قبل داك المستقبل بالمساعده ديال الشركه الجديده ديالو دوروتي بويد. وهما مجموعين جيري ودوروتي كملوا التدريب ديال اللعاب رود، واللاعب الوحيد اللي اختار على انه يبقى معهم ملي كلشي عطاه غير بالدار. فخدموا بكل جهد وبداو كيزوروا انديه مختلفه باش يعاونوا رودي انه يسني كونطرا مع شي نادي جديد وباش انه يبين ديك الكفاءه ديالو. ولكن فين ما مشاو كيجريو عليهم حيت الفرق كيصحاب ليهم بلا راه رود شخص صعيب بزاف في الخدمه، وكيخافوا لهذيك العصبيه ديالو تدير لهم غير صداع مع اللعابه الاخرين، وبسبب هذا الشيء حتى واحد ما بغى يخاطر معاه. فواخا هكاك جيري ما فقدش الامل وبقى كيحاول، ودورتي هي كانت واقفه في جنبو دقه بدقه. ومن مورا بزاف ديال الرفض واحد النادي اللي كان صغير وافق في الاخر باش انه يسيني مع رود. واخا الفلوس كانت قليله بزاف جيري ما هماتوش الفلوس، كان باغي غير رود ياخذ واحد الفرصه باش يبين ديك الكفاءه اللي عنده ويبين كاع داكشي اللي قاد عليه. ومن داك النهار كنشوفوا رود اللي رجع عنده واحد النفس اكثر باش انه يتدرب ويدير جهده، وبالتوجيه والتدريب ديال جيري حط جهده كامل في اللعب ديالو وطور داك اللعب، ولا نهار على نهار كيولي اقوى واسرع. وفي نفس الوقت حيت جيري ودوروتي كيقضوا واحد الوقت طويل بيناتهم في الخدمه مجموعين، الصداقه ديالهم بدات كتحول لشي حاجه اللي كانت اعمق، فبداو كيتشاركوا في دوك الاحلام والمشاكل والربح ديالهم. وفي الاخر هذا الشيء زهر ورجع واحد الحب اللي كان حقيقي. في واحد النهار ملي جيري زار دوروتي في دارهم اكتشف بلا راه عندها واحد الولد عنده 3 سنين. فدوروتي قالت ليه بلا راه كانت مزوجه شحال هادي، ولكن الزواج ديالها ما دامش ودابا كتكبر في ولدها غير بوحديتو. فجيري سمع ليها وتاثر بالصراحه ديالها واحترمها بزاف وعجباتو حيت شافها مراه اللي كانت قويه وقاده بشغالها، وبلا راه طول هاد المده وهي واقفه معاه عارف بالقيمه ديالها عنده كشخص اللي وقف معاه ملي كلشي عطاه بالظهر. فمن مورا ايام قلالين جيري جمع الشجاعه ديالو وطلب منها باش انها تجي تسكن معاه، فوافقت. ومن داك النهار بداو صفحه جديده مجموعين ككوبل، وكنشوفوا كيفاش تزوجوا وبداو عايشين مجموعين فرحانين وبداو كيشاركوا في دوك الاحلام ديالهم المستقبل. بالنسبه لرود كاع ديك تمارد التداريب ديالي بداو كيبينوا في دوك الثمار ديالهم، فرجع واحد اللعاب اللي كان قوي بزاف وتيق في راسو واللي كسب الاحترام ديال كاع دوك صحابو اللي معاه في الفرقه. وفي الاخر جا النهار الكبير ديال الماتش ديال الفينال ديال البطوله، فالفرقه درود تقاتلات حتى وصلات والتيران كان غادي يتفرقع بالجمهور اللي كيغوتوا بالجد. وفي خلال هذا الماتش القاصح رود عطى كاع ما عنده ولعب بواحد الطريقه اللي ما عمره لعب بها من قبل، فماركه بزاف د المرات اللي خلى الفريق ديالو ياخذ داك الكاس. فملي صونت الصفاره ديال الاخر علن بلا راه الماتش سالا، الجمهور كله ناض كينقز بالفرحه وكلشي بدا كيغوت بسميت رود وكيقولوا عليه بلا راه عبقري ونجم حقيقي. هذا الاداء الخيالي جلب الانتباه ديال كلشي. فمن مورا الماتش دغيا رجع حديث ديال الساعه في البلاد كامله، الصحفيين كيجريو وراه بالكاميرات تابعينه فين ما مشى. فمن خلال واحد الاستجوابات ديالو رد دار واحد التصريح اللي كان مؤثر واللي صدم به كلشي. قال بلا راه السبب الرئيسي اللي خلاه يوصل لهذا المستوى هذا هو المدرب ديالي جيري ماغوير، وقال العالم بلا راه جيري تاق فيه ملي حتى شي واحد ما بتاق فيه وبغى يدربه، فدربه بلا ملل وعاونوه باش انه يتخلب على كاع دوك المشاكل والعادات السيئه ديالو. فالهضره درود بكات كاع الناس اللي كانوا كيتفرجوا وبالاخص جيري براسو. جيري هنا هو كيتفرج في داك الاستجواب عينيه عمرو بالدموع ملي شاف رود كيهضر عليه بكاع داك الحب والاعتراف بالجميل ديالو، يعني غير زادو عمرو بالدموع وبدا كيبكي بالفرحه. وفي ديك اللحظه صحاب القدام في الخدمه تفكروا النهار اللي تطرد فيه والنهار اللي قال لهم بكل ثقه بلا راه غير جا وقف على رجليه، تما عرفوا بلا راه كان عنده الحق وندموا حيت ما تاقوش فيه النهار الاول وما انضموش ليه ملي كانت عندهم الفرصه. فدغيا الوكاله الصغيره جيري بدات كتكبر
وبزاف ديال اللعابه جداد بداو كيجيو عنده باش انه يسيرهم حتى هما ويدربوا، وفي ظرف يومين ربح تقريبا 15 مليون ديال الدولار. هذا الانجاز الخيالي اللي وصل ليه علم على العوده الكبيره ديالو. فارود حتى هو صنا كونطرات 5 سنين مع نادي كبير وضمن الكارير ديالو تقريبا، ورجع هو وجيري ناجحين كثر وكثر. جيري دابا رجع فرحان كثر من اي وقت فات في حياته، صالح مع راسو وحس بلا راه الفضل كامل كيرجع حيت ايما خرجات من حياته، وفهم بلا راه المشيه ديالها كانت احسن حاجه كطرا ليه، وعرف بلا راه بلا دوروتي ما عمره ما كان غادي يوصل لهاد النقطه، حيت الثقه والتشجيع والحب ديالها هما اللي يعاونوه باش انه يبني حياته من جديد. فملي عاقبت شي كامل جيري قرر على انه يبين شحال كيقدرها، فمشى زار والديه ومع التجمع ديال العائله والجيران تما دار واحد التصريح اللي كان مؤثر وشكر فيه دوروتي علانية على كاع داكشي اللي دارت معاه، وقال بلا راه هاد النجاح والثروه والسعاده اللي كاينين غير بسببها هي، وشكرها حيت ثقت فيه ملي حتى شي واحد ما دارها، ووعدها بلا راه غادي يبقى ديما حداها ويدعمها كيف ما كانت الظروف. فدوروتي هنايا مسكينه سمعت هادشي وهي عينيها غرغروا بالدموع، ومن ديك اللحظه عاشوا مجموعين وفرحانين وبناو واحد الدار اللي كانت دافئه وعامره بالحب ليهم والولد دوروتي. والحب والخدمه ديالهم كان كل نهار كيتزاد وكيولي قوي من النهار اللي قبل. ومن مور ايام قلالين صحاب جيري القدامي اللي كانوا معاه في الخدمه اتصلوا بيه عاوتاني ملي شافوا هذاك النجاح الكبير ديالو، وقالوا ليه بلا راه حنا بغينا نخدموا معاك، واعترفوا بلا راه رجع ناجح اكثر من داك الباترون ديالهم، وبلا راه حقق داكشي اللي ما عمرهم كانوا حتى كيحلموا به. ولكن جيري هم النخال ورفض داك العرض ديالهم وفكرهم النهار اللي خرج فيه من الشركه الشخص الوحيد اللي وقف جنبه هي دوروتي، وهي الوحيده اللي ثقت فيه ملي كلشي عطاه بالظهر، وقال لهم بلا راه ما غاديش يطيح في نفس الغلط 2 مرات وما بقاش محتاج ليهم. فاصحابو هنا من الخدمه القدام رجعوا لخدمتهم الصغيره وهما كلهم ندمانين حيت عاقوا باش ما خسروا. وفي نفس هاد الوقيته ايما حتى هي بان ليها جيري عاوتاني مره اخرى، فجات عنده قالت ليه بلا راه دوروتي اصلا عندها ولد وما عندك ما دير بها، ولكن جيري تعصب وقال ليها باش انها تبعد منه بصفه نهائيه، وقال لها بلا راه دوروتي هي المراه الوحيده اللي كيبغيها بصح، وبلا ولدها كيعني ليه كلشي، حيت الولد ديال دوروتي رجع كيبغي جيري بزاف، وحيت ما كيعقلش على باه الحقيقي دابا كيشوف جيري هو باه، وجيري حتى هو كيبغي فحال ولده، ومجموعين مع بعضياتهم وداروا واحد العائله زوينه اللي كانت عامره بالحب وبالضحك. فالفيلم كيسالي هو كيورينا جيري ودوروتي والولد الصغير عايشين فرحانين مجموعين عائله صغيره اللي كلها عامره حب، مستمرين كيكبروا وكيدعموا في بعضياتهم وكيوصلوا لقمم النجاح والسعاده. وهكا كيسالي الفيلم ديالنا ديال اليوم. ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب باش ديما يوصلكم جديد. باي باي.